مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم خاصة بتقنية وأوقات جني العنب. فجني العنب من العمليات الحساسة جدا واللي خاصنا نتعاملوا معها بكل احتياط واحترافية، ولهذا لازم على منتجي العنب يتاخذوا جميع الاحتياطات والتدابير باش ينجحوا هذه العملية، بداية باحترام تاريخ الجني واللي كيبدا من آخر شهر يونيو إلى آخر شهر أكتوبر حسب الأصناف والنوع، سواء كان العنب ديال المائدة أو العنب ديال التحويل. وهنا لازم نحترموا وقت جني الفاكهة والطرق السليمة ديال الجني. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، وقت الجني فهو مرتبط ببعض علامات النضج وبالخصوص منها اللون والمذاق. أولا فبالنسبة للون ما نبداو نجنيو حتى كنوصلوا اللون اللي كيميز الصنف كان كحل ولا ابيض. فالعنب الابيض خاصو يكون صفر مذهب، والعنب الكحل لازم الحبه توصل على الاقل 30% ديال الكحوليه. ثانيا وبالنسبه للمذاق كنعبروا نسبه السكر في العنب قبل الجني بواحد الجهاز اللي كيتسمى البريكس، وما نبداو نجنيو حتى توصل نسبه السكر في العنب على الاقل 12 الى 13 درجه بريكس. ولازم العينات ديال الحب اللي كنستعملوها في هذه العمليه تكون كتمثل الضيعه ديالنا. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، من بين الممارسات ديال الجني السليم ما نجنيو غير العناقيد اللي كمل النضج ديالها، ونستعملوا المقص اللي خاص بالعنب، وباش نتفاداو الخساره نقبطوا العنقود من العنق والمقص باليد الاخرى، ونتفاداو السقوط ديال العناقيد على الارض، ونستعملوا صناديق اللي خاصه بالعنب ونعمروها بالكميه اللي ما تسبب ضرر على الفاكهه. وإلا اقتضى الحال في الضيعات الكبيره اللي المنتوج ديالها موجه للتحويل نستعملوا اليات الجني الخاصه. وفي الاخير اخي الفلاح، اختي الفلاحه، في مبادره المثمر وضعات رهن الاشاره ديالك تطبيق تسويق، وكتنصحك باش تبيع الغله ديالك بشكل سريع وسهل وتستعمل تطبيق تسويق اللي متاح مجانا وراه الاشاره ديالك، وبهذا ترفع من قيمه المنتوج ديالك وتبيعه في وقت وثمن معقول. اذا فما عليك غير تحمل تطبيق تسويق على الهاتف ديالك بشكل مجاني باش تبيع وتشري وانت هاني، والله المعين. مع دقيقة المثمر اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.